مساء الخير. في داخل كل إنسان منا قدرات خارقة قد تظل كامنة بداخله لسنوات طويلة، ثم تظهر فجأة ومن دون مقدمات، ولكنها غالبا تظل من دون تفسير علمي واضح، خصوصا وأن هناك خيطا رفيعا يفصل بين أصحاب المعجزات والكرامات من الأولياء والقديسين من ناحية، وأصحاب القدرات الجسمانية والعقلانية الخارقة للعادة من ناحية أخرى. فما هو السر وراء قدرة البعض على أكل الزجاج والمعادن أو تناول الفحم مشتعلا؟ وكيف يستطيع إنسان يبدو عاديا أن يجر سيارة ضخمة بأسنانه أو بشعره، أو يحتمل ضربات السكاكين ووخزات الإبر الحادة؟ ما هي نوعية العضلات التي تحملها فتاة تجعلها قادرة على تكوير جسدها كله مثل الكرة؟ وهل يوجد تفسير علمي وطبي لهذه الخوارق؟ السؤال الأهم هو: ما الذي يحمله هؤلاء الخارقون في أجسادهم فيجعلهم مختلفين عن بقية البشر؟ أسئلة محيرة سنحاول الإجابة عليها من خلال استعراض لنماذج حية وتعليقات لخبراء عليها، وكل ذلك في حلقة الليلة من حصلت قبل كده، والتي تحمل عنوان أصحاب القدرات الخارقة.